هلو تسوزامي، يوم جديد في كلية الألسن. النهاردة حبيت أخدكم معايا في يومي في الكلية وأعرفكم إزاي يومي بيمشي. النهاردة عندي محاضرتين ترجمة. أول محاضرة Übersetzung aus dem Arabischen، ترجمة من اللغة العربية. وتاني محاضرة Übersetzung ins Arabische، ترجمة إلى اللغة العربية. خلونا نبدأ. Los geht's. هنا كنت وصلت الكلية، كان فاضل حوالي 10 دقايق على أول محاضرة. طبعا بعيدا عن التربية الرياضية، لأن بيحضروا محاضرات النظر بتاعتهم في مدرج الكلية بتاعتنا. هنا وصلت أول محاضرة وهي ترجمة من العربية، يعني بنترجم من العربي للألماني. والمحاضرة دي بتكون محتاجة تركيز، وطبعا لازم نكون ملمين بمفردات كتيرة في اللغتين سواء ألمانية أو عربية. طيب هنا خلصت أول محاضرة والحمد لله، بس للأسف مفيش باوز بين المحاضرتين، يعني مفيش بريك. فهروح المحاضرة التانية، عندي كويز صغير كده، استنوني. هنا المحاضرة خلصت، والكويز كان nicht so schwer aber auch nicht so leicht، يعني لا صعب ولا سهل، بس الحمد لله. وبكده يومي في الكلية خلص. بصراحة كان يوم طويل بس عدى بسرعة. دلوقتي أنا وصحابي aus dem Weg nach Hause، يعني في طريقنا للبيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في فيديو جديد. تشوس.